زينب تقول رأيت من أبي في هذه الليلة أمور، من الأمور اللي شفتها لما قدمت له الإفطار، تقول وضعت بين يديه شيء من اللبن، شيء من النباتات البرية، ورغيف من الخبز. قال لي بني احذفي شيلي أحد الأدامين، تريدين أن يطول وقوفي بين يدي الله. قلت له يا أمير المؤمنين هذا إفطارك، أنت تناول منه. قال هذا يكفيني. تناول إفطاره ثم قام. تقول لمحته يقلب طرفه بالكواكب، يعاين بالسماء، يقول هي والله الليلة التي وعدت بها. تقول دنوت إليه قلت أبا ما لي أراك تكثر النظر إلى الكواكب؟ قال لي بني إن أباك قتل الأبطال وخاض الأهوال، ما دخل قلبه رعب كهذه الليلة. ثم أسبغ وضوءه ودخل إلى داخل الحجرة، صف قدميه، لم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا حتى أوشك عمود الفجر أن ينبلج. يقول شفت طلع، خرج ليجدد وضوءه، نزل إلى ساحة الدار. كانت عندنا طيور من الإوز أهديت للإمام الحسن، لما رأينه رفرفنا وصحنا في وجهه. وقال الإمام صوايح تتبعها نوائح، وفي غداة غد سينزل القدر المحتوم. تقول دنوت إليه رأيته يسبغ وضوءه ويعود للصلاة، ويعود خارجا إلى المسجد ليصلي الفجر هناك. لما نزل إلى ساحة الدار وأراد أن يفتح الباب انحل مئزره، أخذ يشد مئزره وهو يقول اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك، ولا تغتر بالدهر وإن كان يواشيك. كما ضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. تبعه الحسنان أرجعهما من باب الدار وأقبل إلى المسجد على عادته. تناول المأذن كبر، ولما فرغ من التكبير والأذان هبط يوقظ النائمين إلى الصلاة، ودخل إلى محرابه، ركع الركعة الأولى، سجد السجدة الأولى، ولما أراد أن يرفع رأسه يقول عبد الله بن محمد نظرت إلى بريق الشام وسمعت قائلا يقول الحكم لله لا لك يا علي، وهو السيف على رأسه. سمعت عليا يقول قتلني ابن اليهودي، لا يفوتنكم الرجل. تقول وسمعنا الصوت بين السماء والأرض، تهدمت والله أركان الهدى، انفصمت والله العروة الوثقى، قتلت الأتقياء، قتلوا أشقى الأشقياء. أقبل الناس يهرعون من كل جانب ومكان باتجاه الجامع، وهم ينادون وسيدا وثمال اليتامى